السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم النهارده بفيديو حلو قوي هيساعدكم قوي في تنظيف الديب فريزر عندكم. لو عندكم ديب فريزر ألاسكا وعندكم نفس الحكايه زي ما حصل عندي هنا، صحيت الصبح لقيت ولادي نسيوا يقفلوا الباب او الباب ما اتقفلش حلو، فصحيت لقيت التلج مغطي لي كل الديب فريزر زي ما انتم شايفين كده. هقول لكم ازاي تنضفوه في اقل من نص ساعه، اقل من نص ساعه بالظبط هتلاقوا كل التلج ده نزل، وهتلاقوا الديب فريزر بتاعكم بقى زي الفل، ومش هتلحق الحاجه اللي فيه تفك. لو مش عندكم اصلا اي مكان تاني علشان تخزنوا فيه او تحولوا فيه الحاجات اللي في الديب فريزر دي، لا كل حاجه هتبقى موجوده بنفس التجميد بتاعها، ومش هناخد اكتر من نص ساعه عشان نعمل الديب فريزر. طبعا انا متعوده على الموضوع ده، كل فتره لازم ولادي يسيبوا الديب فريزر كده، ينسوا يقفلوه او يقفلوه ما يكونش اتقفل معاهم. طبعا اول حاجه هعملها انا هفصل الديب فريزر بتاعي. هجيب طبق كبير عندي كده هنقل فيه كل الحاجه اللي عندي، علشان لو مش عندي مكان تاني زي ما قلت لكم مفيش اي مشكله، برضو نص ساعه والحاجه دي هترجع تاني. طبعا انا كنت مخزنه حاجات كتير في الديب فريزر، ولو انا سبته وما شفتش ان الديب فريزر فصل، او ان خلاص ابتدت الحاجات اللي فيه ان هي تفك والتلج يجمد كده في الديب فريزر من بره، بجد هتبقى مشكله كبيره قوي. فطبعا هنجيب طبق كبير كده وهنزل فيه كل الحاجات اللي موجوده عندي في الديب فريزر. مخزنه طبعا سبانخ، مخزنه قلقاس، مخزنه طماطم، وعندي طبعا لحوم وحاجات كتير. فطبعا بصوا اول واحد ده مش عايز يفتح خالص، التلج موجود فوق وموجود تحت فمش عايز يفتح خالص. كل اللي انا هعمله ايه؟ خطوه بسيطه جدا، حركه بسيطه جدا، هفتح الديب فريزر وهفصله وهوجه عليه المروحه بتاعتي بس. نص ساعة ومش هتلاقوا ولا تلجة، كل التلج ده هيسيح. مهم جدا تسيبوا اخر درج تحت ده عشان المية كلها لما تنزل هتنزل فيه وما تغرقلكيش الدنيا. ده ديب فريزر ألاسكا دي فروست مش نو فروست، علشان اعمل لكم ريفيو صغير عليه كده. كل التلج دوت زي ما قلت لكم كده هينزل من عليه وهيتحول لميه وهيتنضف بسهوله. بصوا بمجرد بس ما بمجرد بس ما حطيت عليه المروحه، بصوا التلج كله ساح وبقى ميه، والميه بتبقى زي المطره كده بتنزل. بصوا انا ما كملتش 5 دقايق بالظبط والتلج زي ما قلت لكم كده فك، لان خلاص ساح. المروحه بتخلي التلج يفك ويسيح بطريقه كبيره جدا. بصوا ال3 زراير دي مهم جدا. انا شفت طبعا الزرار الاحمر ده اول ما تلاقوه منور تعرفوا ان في حاجه غلط في الديب فريزر. ده كده زرار التجميد السريع، لو عندي عايزه اجمد الحاجه بسرعه بشغله. واللمبه الخضراء دي طبعا لو نسبه البروده عندي قليله بلاقي اللمبه الخضراء شغاله، دي معناها ان هي بتسقع بسرعه عاليه. بصوا مجرد ما انا مشغله المروحه بصوا التلج بيسيح بطريقه رهيبه، والله نص ساعه بالظبط وهتلاقوا كل التلج ده اختفى، ومش هتلاقوا اصلا اي اثر لاي تلج. هتبتدوا ان انتوا تنشفوا الديب فريزر. بصوا انا كده موجهه المروحه عليه. دي طبعا اكتر طريقه ان انتم تنضفوا بيها الديب فريزر بتاعكم من الديب فروست. ده ديب فروست ألاسكا ديب فروست 4 درج. دي اكتر طريقه ان انتوا تنضفوا بيها. والله ما كملش نص ساعه وكل التلج نزل، وحتى لو في تلج ممكن بايدينا نشيله كده بيبقى فك خالص. طيب كده كل التلج نزل من عندي وخلاص الديب فريزر بقى زي الفل. نص ساعه زي ما قلت لكم، والله مش اكتر من نص ساعه. ما لحقش اساسا كل الاكياس اللي عندي تفك، لا طبعا كلهم موجودين وبنفس درجه التجميد بتاعهم، ما حصل لهمش اي حاجه. انا بفوطه ناشفه كده وهلمع بيها الديب فريزر بتاعي ده، هلمعه وهنشفه من الميه كويس قوي. مهم جدا ان احنا ننشف الديب فريزر من الميه علشان لما يرجع يجمد واشغله تاني لو في نقط ميه هتتحول لتلج برضو هيبقى حاجه مش كويسه. فدي اكتر حاجه بتضايقني قوي، اني بعد ما انضفه يوم يومين الاقيه برضو كله تلج. بس لا بجد الحركه دي حلوه قوي قوي، مفيش نص ساعه وبتبصوا تلاقوا الفريزر بتاعكم زي الفل ونضيف، وترجعوا تحطوا الادراج. طبعا انا شلت الادراج بتاعتي ودخلت اغسلها بقى بالمره، اغسلها غسله حلوه كده وانشفها.
زي ما انتم شايفين كده، ونشفت الباب ونشفت كل حاجه موجوده. عايزه اقول لكم ان الديب فريزر الاسكا ده بيقعد معايا اكتر من 6 شهور ما فيهوش اي تلج خالص. انا بس اللي بيخليه فيه تلج هو ولادي. طبعا كده انا نضفته زي ما انتم شايفين، وغسلت الادراج بتاعتي ونشفتها. ميزه الديب فريزر بتاعي ان الادراج بتاعته واسعه جدا جدا، بتاخد حاجات كتيره جدا جدا. انا مرضتش اجيب اللي هو الصندوق اللي هو الافقي ده، لا انا جبت ده حلو قوي قوي، وحجمه حلو وبياخد معايا كتير قوي قوي. بس عيوبه زي ما قلت لكم لازم انتي اللي تاخدي بالك منه. لو معاكي ولادك وقفلوا الديب فريزر مش يعني لو ما قفلوش حلو هتواجه المشكله دي. ده 3 زراير. ده التجميد السريع. طبعا انا لما ارص حاجتي هشغله عشان عايزاها تتجمد بسرعه. اللمبه الحمراء دي لو لقيتوها شغاله تعرفوا انه في مشكله في الديب فريزر، لازم تفتحوه تشوفوا الادراج مقفوله، تشوفوا كده كل حاجه. اهم حاجه تبقى مش حمراء قوي، او مش حمراء اللي هي بتبقى فيها نقطه حمراء كده، دي معناها ان هي شغاله. دي زي ما يكون الكتالوج دي بالاشهر، يعني عندك الحاجات دي بالشهر كده تقعد قد ايه، اللحوم الاجبان السمك الخضار الحاجات دي كلها. بجد هو عاجبني جدا، هو معايا اللهم بارك ليه معايا اكتر من 3 سنين، وعاجبني قوي. 4 درج وبياخد حاجات كتيره جدا 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 زي ما انتم شايفين. خلاص كده انا نضفته وحطيت حاجتي فيه، وحطيته على التجميد السريع عشان يلحق يجمد. رصيت حاجتي في الادراج. اول درج طبعا بحط، يعني يا ريت تحطوا كل درج حاجه لوحدها، يعني الخضار في درج، اللحوم في درج، لو في جبن في درج. بياخد كميه حلوه قوي قوي. هو حلو قوي، بس هو طبعا النو فروست ما بيعملش اي تلج. الدي فروست ده عيبه في التلج اللي بيعمله. وده كده خلاص خلصت الديب فريزر بتاعي نضفته، رجعت فيه كل حاجه بتاعتي. وادي كده بقى الديب فريزر بتاعي. وطبعا حطيته على التجميد السريع عشان يلحق يجمد بسرعه. الحاجات اللي انا حطاها ما تنسونيش في لايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ولو الديب فريزر بتاعكم زي كده يا ريت تتفرجوا على الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.